السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة بقى جايلكم طاجن بامية حكاية عجب كده. جبت بقى ايه البامية، كنت غسلاها ومقمعاها وحطاها في الفريزر، وقمت جايبة بصلة وحتة زبدة وشوية زيت، وقمت مشوحة البصلة، وقمت دقة فصين توم كده حلوين، وقمت حاتفاهم عليها يتشوحوا كده مع بعض وياخدوا من نفس بعض كده ويبقوا ايه، كانت ريحتهم طالعة ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أكلة جميلة ومفيدة ومفيش بعد كده بصراحة. وقمت قعدت اقلب فيها وشوحتها كده لحد ما تاخد معاكي لون مش اكتر، ما بلاش تحمر قوي عشان ما تعملش حموضه وحاجات من دي. وفص التوم ده مع الباميه ومع الفاصوليا واللوبيا وكل البقوليات بيعلي من القيمه الغذائيه للاكل وبيدي نفس وريحه ما اقولكيش. وفلفل اسود، حتى لو عاملاها من غير لحمه والله بتخلي الريحه ما شاء الله، ريحه حكايه وطعم كمان. شفت الباميه مع صوت ام كلثوم، هي دي الباميه ولا بلاش. وقمت ضايفه عصير الطماطم، وبحط انا بقى مع التسبيكه دي ربع معلقه سكر خفيفه عشان تعمل توازن كده، ما تعملش حموضه في المعده ولا حاجه. وبعد ما ورقتين لورا، وبعد ما استوت التسبيكه، قمت حاطه عليها الباميه. لو عاوزين فيديو ازاي تخزين الباميه من السنه للسنه وتطلع خضر زي ما انت شايفاها كده، قولوا لي في الكومنتات وانا اقول لكم على الطريقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زودها، دي كانت شوربه عندي من سليق اللحمه بتاع امبارح. وهدخل بقى الطاجن الفرن، احلى طاجن باميه هتاكليه في حياتك. وفي تكايه كمان، لما تيجي تدخلي بقى الفرن طاجن الباميه او خلاص اتساب، قبل ما تقفلي بدقيقتين كده، ومحطه فص ثوم مدقوق عليه، وبالهنا والشفا.